الاهلي مفيش نجم، لان الاهلي هو النجم. ممكن تبقى احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في افريقيا، لكن ما تحطش نفسك قدام الاهلي، عشان الاهلي فوق الجميع. النهارده الاهلي قرار تاريخي بيضرب مثال في الالتزام والمبادئ، وبيغرم امام عاشور 1.5 مليون بعد غيابه عن السفر لماتش يانج افريكانز، ودي اكبر غرامه في تاريخ الكره المصريه. امام نجم مصر الاول مش مهم، امام احسن لعيب في افريقيا مش مهم، امام نجم المنتخب وي كل ده ما يفرقش، لكن الاهم هو النادي الاهلي. الجمهور يفضل بيشجعك وواقف في ظهرك وبيدعمك طول ما انت بتلعب بروح وبرجوله ومركز في الملعب، انما هتتعوج هتترمي بره النادي. والاهلي ما بيقفش على حد يا صاحبي، والامثله كتير زي عبد الله السعيد اللي ما كانش ليه بديل في مصر، رمضان صبحي احسن موهبه صاعده في وقتها، عصام الحضري اسطوره حراسه المرمى في مصر، وغيرهم كتير. خروجهم من الاهلي كان خساره ليهم، لان ما حدش بيقدر يقف قدام الاهلي، وقرارات الاهلي التاريخيه دي هي سر نجاحه. في المواقف اللي زي دي راهن على الاهلي، ورهانك هيبقى كسبان. واخر حاجه اتمنى الاهلي يعملها انه ما يمشيش مع امام في سياق انه العقوبه تكبر ويتعرض للبيع، لا، لان كده انت هتبقى وصلته للي هو عايزه، ومش هتقدر تسيطر على حد عايز يمشي بعد كده. ده يقعد على الدكه لاخر عقده، حتى لو يقعد ال3 سنين كاملين دكه، وعليا وعلى اعدائي بقى. وبخلي بقى ادم وطني ينفعك، لان حقيقي ادم وطني ده هيدمر مسيره امام عاشور، لان دي مش شطاره وكيل، ده شخص مؤذي زي ما عمل مع وسام ابو علي، عايز يعمل مع امام عشان يضر الاهلي، لكن اللي في النهايه بيكون خسران هو انت يا امام. محدش هيخرج من الليله دي خسران ومضرور غيرك انت.